عبد الله السعيد مش زملكاوي. مبدئيا كده قبل ما حد يتنرفز وبتاع، انا طبعا من اشد الناس اللي كانت عايزه عبد الله السعيد من ايام ما كان في الاسماعيلي لحد النهارده. فعبد الله السعيد لا خلاف عليه. عبد الله السعيد اضافه لينا وكل حاجه، الواحد مبسوط ان هو موجود عبد الله السعيد. بس عبد الله السعيد لعيب محترف مش زملكاوي، وهو اللي قال كده. ازاي؟ تعال اقول لك. اول حاجه لما قال لك اني اعرف شيكابالا من ايام المنتخب الاولمبي، وقال له تعالى الزمالك، وهو ما راحش الزمالك وراح الاهلي، وفضل الاهلي على الزمالك. دي اول مره. هنلتمس العذر ان الفتره دي كانت فتره صعبه، ومحدش عاقل كان يقدر يجي الزمالك بالمجالس اللي كانت معموله عندنا والمشاكل والكلام ده كله. فنفترض ان الراجل ايه، كانت في ظروف فوق ارادته. دي اول حاجه. تاني حاجه، في 2018 لما جه وقع للزمالك، وبرضه هو اللي قال كده، رجع الاهلي ومستشار تركي الشيخ قعد معاه وخلص الموضوع وخلاه يجدد للاهلي وخلص الموضوع مع الزمالك. ادي كده تاني مره يفضل الاهلي على الزمالك، وهو بايده. يعني كان ماضي واخد فلوس فري، هو اللي اختار الاهلي على الزمالك. فكده عبد الله السعيد مش زملكاوي، عبد الله السعيد لعيب محترف، واهم حاجه عنده مصلحته. طيب، عبد الله السعيد جه الزمالك ليه بقى اخر مره؟ جه لسبب واحد بس، اللي هو الجماهير. عايز يبقى ليه قاعده جماهيريه كبيره، يختم حياته في نادي جماهيري هيساعده بعد كده في ايه؟ وهو اللي قال كده. هو اللي قال ان هو هيستفيد من الزمالك اكتر من الزمالك هيستفيد منه. تمام. هيستفيد بايه بقى؟ القاعده الجماهيريه دي هتخليه يدرب بعد ما يعتزل، هيقدر يمسك نادي جماهيري. طبعا عبد الله السعيد مش هيقدر ان هو يروح يلعب في المصري ولا الاتحاد والكلام ده كله، لان احنا اكبر من الناس دي كلها. فمع احترامي طبعا الناس دي كلها يعني. فهو حته الجماهير هي اللي هتخليه يدرب الزمالك، ممكن توصله ان هو يدرب المنتخب. فعبد الله السعيد اهم حاجه عنده مصلحته مصلحته مصلحته، وده مش عيب، هو لعيب محترف وبيدور على مصلحته. بس عبد الله السعيد مش زملكاوي. شكرا.